عدد 3 خبر في المهم منه. 1، حط محمد شريف على الشاحن ووصله لحد 50% واكتب تحتيه زمالك. نقول تاني، حط محمد شريف على الشاحن، حطه على الشاحن ووصله لحد 50% واكتب تحتيه زمالك، وسيب ال 50% التاني دي انا اقول لك ايه القصه. محمد شريف هناك تواصل واتفاق حصل ما بينه وما بين الزمالك ولجنه التخطيط، قالوا يا محمد كذا كذا كذا، تمام، مرحب مرحب. هل تم التوقيع؟ لا، لم يتم التوقيع، مثابه اتفاقيات في الاول، وهذه الاتفاقيات فيها ترحيب مبدئي. هو لعيب فري زي ما حضرتك عارف وانا عارف وكل الناس عارفه، هو لعيب فري بيلعب في الخليج السعودي، ماشي كده ماشي كده. هل وقع؟ لا ما وقعش. هل مضى على كذا مضى على كذا؟ لا مفيش اي حاجه. طيب موقف الخليج ايه؟ موقف الخليج ايه؟ الخليج السعودي ايه؟ ما هو كده كده عقده خلصان. قال لك احنا ما مش هنجدد اي حاجه غير لما بيجي لنا التقرير النهائي من المدير الفني او المدير الرياضي او المسؤولين عن الكوره، بيطلعوا لنا الملف يقول لك والله بص احنا عايزين نجدد، احنا عايزين كذا، احنا عايزين كذا. فلحد دلوقتي احنا مش واخدين قرار في محمد شريف، فمحمد شريف حر قراره، حر قراره. فده من ناحيه الزمالك. من ناحيه الاهلي، معايا انا مش مع حد تاني، معايا انا مش مع حد تاني. سرش كده، خش على اليوتيوب، خش على اليوتيوب اكتب محمد شريف وهتلاقي محمد شريف في الكوره مع فايق، واحنا في الرياض على قهوه فايق، سين سؤال زمالك ولا اهلي، زمالك ولا اهلي. سالت السؤال كذا مره، فقال انا عملت رصيد كبير مع النادي الاهلي واعلم انه هناك اولويه للنادي الاهلي، هناك اولويه للنادي الاهلي. بس بص ركز في الكلمه، الاولويه تذكر عندما يكون في عرضين، ففي عرض جاي من الزمالك وفي عرض جاي من الاهلي، فانا هنا اقول الاولويه. في هذه اللحظه اللي انا بكلمك فيها، او حتى هذه اللحظه اللي انا بكلمك فيها، الاهلي غير موجود خالص. ففكره الاولويه من عدمها غير موجوده. هو اصلا الزمالك هو المتواجد دلوقتي، فموقفه كالتالي: هو مع الزمالك في اتفاقات، الاهلي لم يدخل في اي اتفاق. اللاعب قال، يعني دي مش حاجه مثلا مش معلنه، قال معايا انا انه هو من فتره، يعني ما هيش بالبعيده قوي، يعني انه يرغب يكون موجود في النادي الاهلي اذا كان الاهلي يرغب في وجوده، واذا كان الاهلي موجودا على الساحه او موجود على ترابيزه المفاوضات. الاهلي غير موجود كده، انت معايا ماشي. اللي بعده محمد الشناوي، تقدر تقول بنسبه 90% كل حاجه خلصانه في مساله التجديد، خلصانه. محمد الشناوي موجود في النادي الاهلي، والمعلومه اللي انا هقولها لك هي معلومه مسلم بها وبنسبه 100%. الشناوي كان متفق مع كابتن محمد رمضان على كل حاجه قبل ما بن شرقي يجي، قبل ما تريزيجيه يجي، قبل ما زيزو الكلام بتاعه يطلع. الثلاثه دول بارقام، وكل واحد فيهم مدفوع فيه حلو حلو. الشناوي متفق قبل كده، فطبيعي انه لما يحصل الثلاثه دول وانا كابتن الفرقه اللي مضحي النصر والبتاع والفلوس وسبت وعملت، لما الشقاوه دي تحصل هنا هو ويبقى في ارقام هنا حلوه، انا عيني زغلل اقول لك ايه باشا، انا كنت متفق معاك هنا على قرش، فلقيتك بتدفع هنا قرشين، ها ها قرش ونص وخليها كده. انا بقول لك معلومه: الشناوي لم يطلب زياده قرش عن الرقم اللي اتفق عليه ما قبل التوقيع، لا لزيزو ولا لتريزيجيه ولا لبن شرقي، ولا فارق معاه القصه. وانا بقول لك المعلومه، بقول لك معلومه انت فاهم يعني. وبالتالي كلمته واحده، اللي اتفقت مع الاهلي عليه انا لن ازايد على النادي الاهلي فيه. يجيب اللي يجيبه ده رزق اللي جاي، يجيب اللي يجيبه ده نصيب اللي جاي. انا ارتضيت بنصيبي وطلبته واخدته، فالموضوع خلصان خلاص. ده القصه بتاعت محمد الشناوي. الثالث، وده خبر هيفرق كتير، خد مني عنوان: الزمالك هيفور الفرقه بالكامل الموسم اللي جاي. جمهور الزمالك ينتظر هذا الامر، وهباكد لك المعلومه اللي عندي انه الزمالك هيفور الفرقه بالكامل في الصيف، هيشتغل على انه يبقى فيه فرقه قويه جدا. طب ايه الشكل؟ تعالى احكي لك كيف افكر الزمالك في ميركاتو الصيف
لجنه التخطيط تنوي اعاده هيكله الفريق في الصيف اللي جاي بتسويه ملف رحيل اكتر من لاعب داخل صفوف الفريق، سواء بشكرا او اعارات او تسويه مستحقات. اللي بعده، الجزيري اصبح على راس المرشحين للرحيل. هيقوم النادي بضم مهاجم اجنبي لتعويضه مع البقاء على ناصر منسي. تم الوصول لمرحله متقدمه من المفاوضات مع محمد شريف، وعرض احد الوكلاء على النادي المغربي كريم البركاوي لضمه. اللي بعده، مش هي دي هي شغلونا ولا ايه؟ لا انا عجوز بس رياضي، اخدت بالي. دخل احمد الجفالي حسابات الخروج معارا من الزمالك. تم منحه فرصه المشاركه فور عودته من الاصابه قبل اعارته في الموسم الجديد، مع وجود اتجاه لعدم قيد التونسي المسلوسي اللي انتهى تعاقده مع النادي. اللي بعده، لجنه التخطيط تبدا وتبحث ايضا دعم المركزين بتوع الجناح الايمن والايسر بلاعبين اجانب ومحليين، وعلى راس المرشحين عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز. مركز الوسط اقترب مسؤولي الزمالك من الاتفاق مع طارق حامد على عودته مجددا الى صفوف الفريق.